لا حول ولا قوة إلا بالله. والله شوف، بس خلاص أنت كلمتك يكرم الإنسان طبعا، ما يحتاج إنه ما توصل لمراحل دي إننا نصير بين يعني بيننا في وسط إنه الكلمات دي، ولكن أدري إنك من غثة، ولكن أنت لا تبررين. لا تبررين اللي قال لك بسببك أوكي إن شاء الله طمني على الولد تكفى، بس فيه بس فيه لا تقعد ولا تروحين. هو احيانا بعض الرجال كذا، والمصيبه انك انت تتدمرين وانت تروحين تجتهدين، فهو خلاص تعود. فاذا صار المره الجايه يقول لا لحظه لا ما يروح معها لك، الله يهينك، لا تروح لا توديها لك. ليه ما هالي؟ لا قولي لا تطيح بكره تقول انت ولا امي لا شكرا، لا ما عليك، لا ما تروح لين يقول خلاص ما عليك، مو بشغلك، مو بجاي، خلاص رح. ما انطاح ولدك لانه يتصل عليك، لانه هو خلاص بيتصل بتهزئينه. وقيسي عليها اشياء كثيره. انا ودي افهم شيء واحد بس، يعني انا حاليا يعني قاعد يعني انا عارف جزء من اجابته، ولكن يعني يحتاج انه انا يعني اكتب، انزل اللي براسي بورقه وقلم عشان اطلعه للعامه، اللي هو فكره انه بعض الرجال عنده عياله اهم من امهم بشكل مرة اوفر. اوكي ممكن نتقبل انك تحب ولدك او بنتك يعني قد امهم او اكثر شوي، نتقبل هذه الفكرة، بس مو معناه انك ما على حسابها او تكرهها او ولكن في ناس مرة في جاب كبير، وفي ناس يعني بشكل مقرف. انا استغرب هذا الموضوع. وإذا أنت الرجل الحقيقي اللي يحب عياله يحب أمهم، لأنه أفضل شيء تقدمه لعيالك هي أن تحب أمهم، حتى لو أنك ما تحبها، أنه صار انفصال، صار مشكلة، صار شيء، ما تحقد وتكرهها وتسوي، لأنه لا، هذا من استقراركم النفسي، هذا من استقرار العيال النفسي. ما يصير عيب انك تسب امه، حتى لو كانت زوجتك، امكم فيها وامكم، ولا تصارخ عليه قدام العيال. انا بتاثر، طبيعي اني بتاثر، لا بين ان لا احترامها ولا تقديرها ونعمل له، خلاص بينك وبينهم طلقتوا ولا انفصلتوا ولا سوت هذا موضوع بينك وبينها، ولكن لا تدخلون العيال بالموضوع. فما بالك اذا كانوا عايشين مع بعض. لا زي ما نقول حنا يعني والله انه شيء محزن، مو يقهر احيانا،